بسم الله، السلام عليكم. مرحبا بكم اخواتي من جديد، مرحبا بكم عند سامي دي زيت. كالعاده وصفه جديده وفيديو جديد. كما راكم تشاهدوا جبت لكم طاجين الكفته تاع الدجاج. يجي ما شاء الله، يجي طبق راقي وبنين ويجي زاكي. تبعوا معايا، كاين خطوات باش يجيكم هذا الطبق زاكي ويجيكم بكمية فيها البركة. تقد العائلة نتاعكم. كما راكم تشاهدوا درته بطريقة جد بسيطة، مكونات قادرة تكون في كل بيت. هذا الطبق قلت لكم درته غير بنصف صدر الدجاج. وتبغي تشريه ولا تبغي تحضريه في الدار، تطحنيه في الدار. كما راكم تشاهدوا لي بولات، بولي اشي. ان شاء الله شهيتكم في الجنه ان شاء الله اخواتي. تبعوا معايا قبل ما ننسوا نصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه وازكى التسليم، ونديروا الجيم قبل ما نبدو ان شاء الله بالوصفه. اذا نمر بدون اطاله بالوصفه، نقولوا بسم الله، نبدو على بركه الله. مكونات طماطم، بصله. كما راكم تشاهدوا انا درت في هذا الطاجين تاع الطين، وانتم لكم الاختيار، تبغي ديري طنجره ماغميت اللي عندك. كما راكم تشاهدوا درت ملعقه زبده، نصف ملعقه زبده اللي هي مارغرين. درت شويه 2 ملاعق زيت، وقليت حبه بصله صغيره موين. من بعد ما حسيت تقلت مليح مليح، كما راكم تشاهدوا هنايا في هذه اللحظه ضفت لها ملعقه طماطم مصبره اللي هي طوماط كونسونطري. اللي تبغي ما ديريهاش، ولكن احنا نحاولوا باش الطماطم تاعنا صلصه باش تجي حمراء. هذه هي ضفت لها ملعقه وتجي خاطره. من بعد ما قليتها مليح مليح، كما تعرفوا الطماطم المصبره تبغي تتقلى مليح مليح. الملح اكيد ما تنسوش باش ديروه مع البصله، باش البصله تذوب لكم خفه. نقصي للنار باش المكونات يتقلوا في غرضهم وما ينحرقوا لكش. هنايا من بعد ما قليت هذيك الطماطم مع البصله، كنت 2 حبات طماطم موين، كنت رحيتهم في الاشوار. بما اني رحيت الصدر الدجاج، قلت ولما لا نرحي تاني كذلك الطماطم على طريقي. واذا بغيتي ترابيها رابيها، بشريها كما نقولوا في هذاك اللي تبشر. راني نقلي فيهم مليح مليح على هذا الشكل، والخلط المستمر، وغطي عليها باش يتقلوا لك مليح مليح. ماشي ديريكتومون ديري لها تبلعي عليها، يليق تقليها مليح مليح. هنا في هذه اللحظه انا حسبت روحي راني نصور. كنت محبسه الكاميرا. كنت ضفت حوالي كاس ماء، وضفت فلفل اسود شويه، ملعقه صغيره تاع سكر باش نتخلصوا من هذيك الحموضه تاع الطماطم. هنايا ضفت الزعتره، هذه تبقى عندك الزعتره تعطيها بنه شابه، والرند. بلحت عليهم، خليتها على نار هادئه تخليهم. هنايا قلت لكم بولي اشي اللي هو صدر الدجاج المرحي. ضفت له كميه من البصل تاني كنت رحيتها ولا ترابيها. ديري ملعقه صغيره تاع زبده طريه باش الدجاج تاعنا يجينا شويه طري. ضفت لهم هنايا كميه من الروز، كنت طيبته حوالي 80%. ضيفي لهم هنايا الثوم، ربيتها حبه. فص ثوم يكون كبير، وإلا كان عندك صغير ديري 2 حبات، ديري 2 فصوص. ملعقه صغيره تاع فلفل اسود. هنايا درت التابل الخاص بالكفته، هذه تبقى اختياريه، ما عندكش مكان له. ضفت ملعقتين من الزبده. قلت لكم الروز كنت طيبته في ماء مملح، شويه زيت، وخليته يطيب على 80% وخليته يبرد. هنايا يخليه يبرد تماما، ما ديريش سخون. درت حوالي ملعقتين ولا ملعقه ونص شابلور.
هذا هو اللي غادي يعطينا يزكي لنا الحشوة، عفوا يزكي لنا الكفتة تاعنا الروز والآخر. هذه الأكلة والله أخواتي صدقوني كنت نديرها بكري، مي كنت في دارنا، كنت عادة سيليباتير، كنت نديرها بزاف. وحدة عطاتها لي واحد التلمسانية واحد الصديقة كنا نتصلوا بها، عطاتها لي وتجي شابة بزاف. قلت لكم هنايا كيما راكم تشاهدوا درت حبة بيض كاملة وراني نعجن فيها على هاد الطريقة باش تجيكم منسجمة، يليق تجي الكفتة تجي كيما نقولوا تجي بنينة. نحاولوا بقدر الإمكان نبنوها. الملح أكيد ما تنسيش. من بعد زدت لها الكوري، هذه تبقى عندك. انا دائما نبغي نتبل على حسب الذوق. التوابل دائما نقولوا على حسب الذوق، كل واحد وش يبغي. تبغي ديري لها غير فلفل اسود، شويه بابريكا والملح، وانتي فريتيها الثوم والبصله هو اللي يبننها. احنا نزيدوا هذوك الاضافات، هذوك يقولوا توابل تندوري، ولكن حنايا نديروهم متفرقين. شوفوا هنايا راني غادي نكورها على هذا الشكل. كي راكي دايره فيها الزيت والزبده غادي كيما نقولوا ما تلصقلكش في يدك. من بعد ما كورتها على هذا الشكل ديري كويرات لاباس بهم. هنايا راني غادي نضيفهم للصلصه نتاعي، صلصه الطماطم. شوف قلت لكم انا نبغي نجيب لكم الفكره، ولا ربما راكو حايرين دي فوا بنادم يبغي كيما نقولوا يغير من المأكولات، ولكن عنده المكونات وما يعرفش يروح اش يدير. جبتها لك هذه الفكره، كنت قلت لكم بكري نديرها والله العظيم يا اخواتي صدقوني. كاين اللي راه يديرها دروك، ولكن انا تفكرتها وزيد تاني اموالي تاني راها ديرها، ولكن انا كنت نديرها. انا نقول لكم بكري كنت نديرها، بغيتو تصدقوني ولا ما تصدقونيش. قلت لكم هنايا يليق نتخلصوا من هذوك السوائل تاع الصلصه، يليق تجي خاطره. من بعد ما فات عليها وقت خليتها على نار متوسطه وتحت الهادئه. من بعد ما تشوفي الصلصه نتاعك اختارت كيما راكم تشاهدوا، ضفت لها فروماج رابي. هذا فروماج رابي شيدار، هذه تبقى عندك، ولكن هذا يزيدها بنه ويزيدها نضره كيما راكم تشاهدوا. ام والدي دير لها صلصه البيشاميل، ولكن ما نديروش صلصه البيشاميل. صلصه البيشاميل ديريها في الكوشه، ولكن انايا درتها اقتصاديه بطريقه جد بسيطه على النار. وانتي فريتيها ديريها في سوتيز ولا في مقله وديري لها غطاء وتجيك شابه تاني بزاف. وهذه هي الوصفه تاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. تشوفوا تجي ما شاء الله، تجي بنينه. ترافقيها مع بطاطا مقليه كيما حنايا تعرفوا الجزائريات، الجزائريين باكملهم يبغوا لي فخيت. انا رفقتها مع لي فخيت وقدمتها كيما على هذا الشكل. جات بنينه 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 روعه. اخواتي جربوها على ضمانتي، جات ما شاء الله. بما اني قلت لكم انا دائما عندي وعدي باش نجيب لكم الوصفات والافكار، انتم تاني اخواتي دعموني بالجيم وكومونتير دائما نقولها لكم. واللي دخلوا جدد نقول لهم راكم شرفيني، وماذا بيا ديروا اشتراك وتشغلوا الجرس باش ياتيكم الجديد. وهذه هي وصفتنا تاع اليوم. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم، ودائما نقول لكم شهيتكم في الجنه. واللي اللي راهي يتوحم، هذه حاجه سهله وبسيطه. وشوفوا كي تجي النظره تاعها تجي ما شاء الله، راهي تشهي يا اخواتي. انا كنت صايمه في هذه اللحظه، قسمت لكم الحبه باش تشوفوها غير عن قرب. تجي مام الكفته ما تجيش ناشفه، تجي بنينه، خاطش طريناها بزاف. وهذه هي وصفتنا تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم نخليكم في ساعه تاع خير، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات ما خير. ونقول لكم السلام عليكم والى الملتقى ان شاء الله.